واحد صاحبي سألني قال لي هي ايه جبهة الانقاذ دي؟ قلت له شوف يا ابني، الفشل عندنا انواع. اللي فشل يبقى رئيس جمهورية، واللي فشل يعمل دستور على مزاجه، واللي فشل يحمي قفاه، واللي فشل يبقى ثورجي، واللي فشل يبقى رئيس الحزب الوطني. كل الفشلة دول اتجمعوا في جبهة واحدة وسموها جبهة الانقاذ على قلب رجل واحد. نحن كتلة واحدة من كافة التيارات، ولكننا على قلب واحد. تؤكد جبهة الإنقاذ الوطني استمرارها كتجمع وطني، وسنستمر في العمل معا بقلب رجل واحد وامرأة واحدة. وعشان تعرف طريقتهم في الشغل، هم عندهم سيناريو واحد بيكرروه كل كام شهر. الأول بيشاركوا في أي انتخابات ويروحوا لحد الصندوق. والمخرج قال لي واحدة واحدة، بصوا اهو كده، بصوا اهي تاني مع بعض، ايديا اهي بلف بصبعي كده اهي زي القرطاس، تاني برضو هنعدي الحلقة ايه تيست كده اهي كده سهل جدا. وهنسهلها دلوقتي عشان برضو في ست بيت ممكن ما تعملش زي ما انت بتعمل وتحركن عليها وتعمل لي فيها شيف. استنى ما تعملش حاجه، اصبر اصبر، انزل انزل يلا يا ريس، اوعى الكاميرا دي يا ريس. لا بص هنا، بص هنا، بص هنا، ايوه يمين، هنا يمين يمين، يلا يا ريس تحت شويه، تحت شويه، التسديد والهدف يخرب عقلك يا راجل، ده انت ذبحت الدنيا كلها يا راجل، ده انت جزار يا راجل. وبعدين يطلعوا يلحسوا نتيجة الصندوق. ده دستور لإكراه طرف أغلبية قليلة لأقلية كبيرة. بس بعد اذنك يا حمدين، انا عايز اقول ان الاستفتاء ليس نهاية المطاف، وحتى لو كان في أغلبية على خطأ يجب مراجعتها ويجب فهمها، لأنه هذا أمر يمس الحياة. وبعدين ينزلوا الشارع يقولوا لنا مظاهراتنا سلمية. نحن في جبهة الإنقاذ الوطني نلتزم بأن احنا سنواصل نضالنا الجماعي السلمي. سلمية. تدعو الجبهة جماهير شعبنا العظيم لمواصلة الاحتشاد السلمي. سلمية. نعبر عن غضبنا بطريقة مشروعة، بطريقة حضارية. سلمية. الشعب نازل بطريقة حضارية سلمية. أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس 8 متهمين و4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وشغب أمام قصر الاتحادية. سلمية. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر وتخريب الممتلكات والبلطجة وحيازة مفرقعات والتعدي على قوات الأمن المكلفين بحراسة القصر الرئاسي. سلمية. وبعدين يبدأوا يشوفوا هم نازلين ليه أساسا. انت ليه النهارده موجود في هذه التظاهرة؟ عشان اعلن الاعلان الدستوري، مرسي لازم يمشي. انا ما قريتش الدستور كامل، بس انا قريت في مواد بتلغينا ماشي وبتديهم هم فرص وامكانيات احسن. زي ايه المواد دي؟ يعني اقول لحضرتك حاجه، برضو زميلي برضو استاذ عمرو عايزين نعرف ايه؟ اي كلمتين بس هو على طول، يعني اخوكم مزنوق. نشارككم بفكرنا وعقلنا وخبرتنا. حضرت الاتحادية، انا قاعد هنا، كل الناس اللي قاعدة هنا رأي واحد انها تشيل الحكم الجبار مرسي، ده الحكم الثاني ماشي، وحكم الاخوان المرشدين. انا صراحة ما فهمش حاجة في السياسة. مرسي دلوقتي اتجوز واحدة عندها 17 سنة اسمها مدلين طبر. لازم نشوف سكة والبلد واسعة. هل انت قرأت الاعلان الدستوري معترض على مواد معينة فيه؟ لا حضرتك مش ما رافض اي اعلان دستوري، فهو هيعلن له عني يا بيه. ولا عاوز يسمع على دستور ولا عارف هو ايه دستور. ليه؟ اقول لك ليه. اخذوا اغلبية في البرلمان واحنا قاعدين، ومعاهم التيار السلفي، واحنا قاعدين،
رشحوا رئيس جمهورية واحنا قاعدين وفاز في الانتخابات واحنا اتخضينا بقى. وعشان أكون واضح، مدلين طبر دي منين؟ من محافظة المنوفية، من مركز أشمون، ساقية أبو شعرة. يبقى أنا عارف من الأول. كيف يعطونا حق إقالة البتاع ده؟ كيف يقيمون؟ إذا كانت هذه لقاءات مع بعض المتظاهرين في المسيرة الحاشدة التي خرجت من ميدان شبرا متجهة إلى ميدان التحرير لرفض الإعلان الدستوري ومطالبة الرئيس بإسقاط هذا الإعلان الدستوري الذي أصدره منذ أيام. وبعدين يبدأوا يتحرشوا ببعض. حالات تحرش في الواقع، يجردوها من ملابسها، لكن الحمد لله انها اصبحت الان موجوده هنا واصبحت بامان معانا هنا في المكان. الصوره معانا هي حاتم، احنا بنعرضها وانت بتتكلم. فضلت ماسكه فيه وما سبتوش. ولما رحت لما بشوف محمد محمود في التلفزيون ايديا بتمسك بنطلوني وانا قاعده في البيت. وبعدين يعملوا مظاهرات ضد التحرش. شاركت مئات من النساء في مظاهرة ضد التحرش. مسيرة اليوم ضد التحرش بتنطلق من أمام نقابة الصحفيين إلى التحرير. وبعدين البرادعي يطلع ينوح لنا في الإعلام: الثورة يا منى، الحرية يا يسري، يا لهوي يا خير، يا خرابي يا ريم، الديمقراطية يا فرغلي، العدالة يا أشرف، كانش يومك يا قضاء، فوتين المين يا شامخ. وزي ما قلت لحضرتك سكان الوديان سهل المعشر والانقياد. أنا آسف يا شفيق، كنتش أعرف إن سكان الوديان اللي هم سهل المعشر والانقياد تقصد بيهم جبهة الإنقاذ اللي مش نظيفة. وبمناسبة سكان الوديان، واحد زي عمرو موسى ده محترم عن البرادعي، على الأقل الراجل فلول وعايز يعيش في دور الثورجي. إنما البرادعي الثوري لف من بعيد وطلع الكوبري وخد الدائري ونزل على المحور منه على الصحراوي ولف من عند ميدان الرماية وخد شارع الهرم من اوله لحد المنيل وراح حود يمين على البحر الاعظم عشان يوصل في الاخر لميدان التحرير وياخد عمرو موسى بالحضن في مشهد يجسد كل معاني الفلوليه الدفينه الكامله في العقل الفلولي البردعاوي. مع خالص التهاني توفيق عكاشة. لابد ان اسجل ان الدكتور محمد البرادعي الذي خرج من محافظه الغربيه من كفر الزيات من عائله البرادعي، احدى كبريات العائلات في كفر الزيات، عائلة سياسية عتيقة، استطاع أن يصل إلى مكانة دولية كانت فخرا ورمزا لمصر. جبهة الإنقاذ والقيادات السياسية أعلنت وتطالب، وأنا معهم وأضم صوتي إلى صوتهم. بصوا، أنا لخصوا جبهة الإنقاذ دي في كلمة ونص. البرادعي عمل جبهة الإنقاذ عشان يعارض مرسي، اللي اصلا مرسي كان معارض لمبارك، اللي البرادعي نزل الثوره عشان مبارك كان هيورثها لابنه جمال، فجمال قال له رد انت يا حسين، فحسين بقى المتحدث الرسمي باسم الجبهه اللي فيها حمدين، اللي قال عمري ما احط ايدي في ايد الفلول، فحط ايده في ايد عمرو موسى وسيد البدوي صاحب قنوات الحياه اللي هم اصلا ضد الثوره. لا بس يعملوا موقف وطني، ده هم اسمهم جبهه الانقاذ الوطني. مظبوط صح.